السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا قوي قوي، بس عاوزاكم تدعوا لي وتقولوا لي يعني ربنا يشفيني ويشيل عني. نصلي على النبي ونصلي على الرسول كتير وعليه افضل الصلاة والسلام، ونستغفر ربنا كتير وندعي ربنا ان ربنا يوقفنا على رجلينا في الايام اللي احنا فيها دي. النهارده بقى جينا لكم في حاجة تحلية حلوة قوي. ام علي، بصوا شكلها جميل ازاي، جميله جدا. بصوا وبصوا يعني انا ما اقولكيش على طعمها. بصوا شكلها عامل ازاي، جميله جدا وطريه وجميله جدا جدا. اخش بقى على المقادير، بس قبل ما تخش على المقادير ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. بصوا هنعمل حاجه النهارده وعاوزاكم بس تدعوا لي كمان ان اقوم بالسلامه. والله تعبانه، بس ابني عاوز ياكل ام علي، قلت جاب لي الحاجه وقال لي اعملها لي. جاب لي ام علي ديت اللي هي مش عارفه اسمها ايه صراحه، بتجيبيها من عند بتاع الفطير. جبت هو جاب لي 3 ديسكات من دول اهم، ومعايا كيلو لبن، ومعايا سمنه بلدي اهو، ومعايا قشطه كنت حاطاها في الفريزر اهو. هناخد منها معلقتين بس، هنكسر وارجع لكم اوريكم هنكسرها ازاي، هنوريكم بنكسرها ازاي. بصوا بقى يا جماعه، انا جايبه اهي كسرها تكسير عادي كده اهو. بس بكسرها كده اهو، اكسرها. عندك بقى مكسرات تحطيها، انا عندي بقى زبيب وجوز هند هحطهم، لو عندك انت مكسرات حطيها عادي اهو. وانا اللبن يبقى محيقاه خالص. عاوزاكم بس تدعوني ان ربنا يشيل عني يا رب. تعبانه بس شويه. هحط بقى ايه، انا مثلا هحط بقى جوز هند اهو. حيقي بقى السكر اللي انت عاوزاه واللي انت حباه. بصوا بقى حطينا ايه، السمنه البلدي، انا عاملها بقى بالسمنه البلدي اهو. وهنجيب بقى اللبن، يبقى احنا مغطيينها. ده اسمه ملفيه من عند بتاع الفطير، عندي بتاع اللي هو اللي بيعمل الفطير اللي هو المشلتت دوت والرقاق والحاجات دي، هو ده. هنجيب بقى اللبن ونحيقه. بصوا بقى معايا بقى كيلو لبن اهو كامل الدسم، هنحط بقى ايه عليه اهو، هنحط كله عليه على بعض. السمنه هتسيح، ولسه لما يخش الفرن كمان هيسيح اهو. هنحط بقى ايه معلقتين بقى قشطه. انا بقى ايه هكحتها بقى كده اهو. بصوا اهي، دي انا محوشاها من وش اللبن دي بتدي بردك دسم جميل قوي. اي حاجه بردك مستحبه عندك يعني حطيها عادي. ابني بقى هقول له ايه وانا تعبانه كده، معلش اللي انا جبت عليكم مره واحده. بصوا بقى يا جماعه، احنا ايه هندخلها بقى الفرن تاخد وش وتلمع وخلاص على كده. هو تاكليها بألف هنا وشفا. في ناس بتاكلها سخنه وفي ناس تاكلها ايه بارده، بس هي البارده دي بتبقى جميله جدا صراحه. انا ما قلبتش ولا عملت، انا حطيت كل التزويق كله على الوش بالسمنه البلدي بكل حاجه. بس هوريها لكم بقى بعد ما تطلع. بصوا يا جماعه، شكلها جميل جدا وتشهي جدا يعني. بصوا في منتهى الروعه اهي. لسه بردك هتاخد وش وهوريكم شكلها عامل ازاي النهائي. بصوا يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن ازاي، بصوا سخنه وطريه جدا وهشه وجميله جدا، يعني حاجه في منتهى الروعه. تنفع بقى في لزوم السهره، لزوم دوت ابني هيتجنن عليها، قلت اعملها له. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا لونها جميل جدا ومفرح جدا، حاجه كده في منتهى الروعه. جربوها هتعجبكم جدا. بصوا شكلها، بصوا جميله جدا اهو. بصوا لسه اصلا طالعه من الفرن حالا. انا صراحه بحبها وهي ساقعه، ما بحبهاش وهي سخنه كده قوي، تهري بطننا. تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.